الراجل ابو سيد يا اختي دايما حابس دمي. تقوليش يا حبيبتي احنا من فوق روس بعض، باكل نايبه بيني وبينه طار. من جمعه قلت له بقول ايه يا ابو سيد؟ يا عيون ابو سيد، عاوزه ازور الست عليا. تزوريها؟ تزوري الست عليا؟ وماله يا بامبا، تقدري تروحي لها في العصاري كده وافوت عليك وانا المغربيه اخدك ونروح. بقول ايه ما تتاخرش يا ابو سيد. مش هتاخر يا بامبا، بس على الله ما تقعديش انت بقى عند ست عليا تنحلي في فروه اللي تعرفيه واللي ما تعرفوش يا بامبا. اخص عليك اخص، وانا وش ذلك برضو يا ابو سيد. ده انت ذلك نفسه، ولا تقعدي تفشري بالكلام وتفشري زي عوايدك يا بامبا. اهو انت دايما كده ظالمني يا ابو سيد. ويا ريت يا ستي اكون بظلمك، ويا ريت يا بامبا تشرفيني كده وتطولي رقبتي بدل ما انت مخليها قد السمسمه. شايفين يا اخت الراجل؟ شايفين الراجل وكلامه اللي ما يسرش ابدا؟ الغرض يا حبيبتي قلت بقى اللي يدقق يتعب، وخدت بعضي وجري على الست عليا. لقيت عندها ست وجيده وست عنايات ام بخاطرها، وبعد اهلا وسهلا وتقطق من هنا وتقطق من هنا قعدنا يا حبيبتي ندردش والكلام يودي ويجيب، وانا يا اختي ماسكه لساني عشان الراجل ابو سيد ما يشمتش فيا. بصيت لقيت لك يا اختي ست وجيده بتتكلم عن ابوها اللي كان مدير مديريه قد الدنيا، والست عنايات بتتكلم يا هي كمان عن ابوها اللي كان عنده ابعديه. طب يا اختي اقعد بقى انا اسمع كده وما اتكلمش؟ برضو ربنا زي ما خلق لنا ودان علشان نسمع خلقني لسان عشان نتكلم. قلت يا اختي اخد برع انا كمان، وقعدت يا اختي اتكلم عن ماما اللي يوم ما اتجوزت كان جهازها اوله في السيده زينب، واخر